في 60 داهية. تعرف ايه اصل الجملة دي؟ القصة كانت في اليمن بين قبيلتين كان بينهم حروب دائمة. قبيلة اسمها مزحج والتانية همدان. مزحج كان ليها اليد العليا في المعارك دي بسبب دهاء وشجاعة فرسانها ومشايخها. فكرت قبيلة همدان في حل لسلسلة الهزايم دي، ازاي تقدر توقف سيطرة مزحج على المعارك اللي بينهم. استعانوا بالفرس لتنفيذ مخططهم. الخطة كانت بتتمثل في حوار غير مسلح يتم فيه اجتماع 60 شخصية من أعتى دواهي مزحج، وفعلا اجتمعوا ال60 داهية في الموعد المحدد، وتفاجئوا بهجوم غادر أطاح بال60 داهية، وده اللي أضعف قبيلة مزحج، وقرروا الانتقام من همدان بمعرفة قيس بن مكشوم. أعد قيس العدة للانتقام من همدان والفرس اللي انتشر فيها القتلى من همدان في جميع أرجاء صنعاء باليمن. لما زاد عدد القتلى والخراب في المدينة تدخل كبار القوم للصلح بين قيس وهمدان، وأثناء محاولتهم لإقناع قيس بإنهاء الحروب دي قال لهم قيس الجملة الشهيرة في 60 داهية، معناها إن أنا عملت كل ده مقابل ال60 داهية اللي اتقتلوا غدر على إيد همدان والفرس.